تخيل يا صديقي العزيز أنك تعيش بلا هدف، تأكل وتشرب وتخرج وتلعب وتلهو بلا هدف. ماذا تنتظر كي تحدد أهدافك في الحياة؟ ما عليك سوى أن تضع لنفسك خططا للوصول لهدفك. هذه قناتنا للتحفيز وتطوير الذات. تابعونا لمعرفة المزيد عن كيفية تطوير ذاتك. ركز على هدفك تصل. لك أن تتخيل أن صديقك محمد يحقق الكثير من الأرباح ويترقى ويعلو شأنه في عمله وفي المجتمع، ويعيش سعيدا مع أسرته وأولاده، بينما أنت غارق في لهوك ولعبك، بينما أنت غارق في البحث عن أحداث صيحات الموضة والملابس البالية التي تباع بأنها أحدث الصيحات في عالم الملابس. تعيش أنت حياة بلا هدف. ماذا فعلت لنفسك؟ هل استثمرت وقتك؟ هل حددت أهدافا لك كي تسير عليها؟ دوما من يسير بلا مصباح يتخبط ويتعثر. لعل مصباحك في طريق الحياة هو تحديد هدف لك. توقف يا صديقي، قل لنفسك توقفي هنا، فالحياة ليست للعب والمرح فقط. كلا والله، فالحياة أيضا لجني الأرباح وتحقيق الأهداف. ركز على هدفك، اتجه إليه بأقصى طاقتك. لا تلتفت للمنافسين، فهم ليسوا جزءا من هدفك، ذلك فقط يشتت تركيزك. فمحمد صاحبك حقق ما وضعه نصب عينيه، ولا بد للعمل على تحقيق الأهداف من خطوات للسير وفقا لها كي تصل في نهاية الطريق لما وضعته لنفسك في البداية. سنناقش سويا في بعض تلك الخطوات. لنفترض يا صديقي أن هدفك أن تصبح أبا صالحا ونافعا في المجتمع، فعليك أن تدرك حجم مسؤولية أهدافك كي لا تتعثر في الطريق. عليك أن تعلم جيدا أن السير نحو الأهداف كمن يسير على شوك، فلا بد أن تكون مستقرا مهنيا كي تؤمن لأسرتك المأكل والملبس والمسكن وغيرها من ضروريات الحياة. ولعل أبرز الخطوات للتركيز على أهدافك هو أن تفصل أحلامك كي يكون لديك هدف، وبعدها تضع لنفسك جدولا زمنيا للوصول لذلك الهدف. والأهم في ذلك، تغلب على مخاوفك، المخاوف التي قد تحبطك وتبعدك عن الاستمرار في السير نحو الهدف. حاول تنمية قدراتك وتزويد طاقة الحماس لديك. وإياك والنظر للمتساهلين ومن ليسوا بهدف، من يعيشون للأكل والشرب فقط. أولئك ليسوا قدوة لك. قدوتك تكون خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قد وضع هدفه في توصيل دعوته مشارق الأرض ومغاربها، وقد جعلها ربي حقا. اعتني بنفسك جيدا وحافظ على صحتك، وإن سقطت قم ثانية وقل لنفسك أنك تستطيع، فليس محمد صاحبك بأحسن منك أو أوفر حظا منك. تابعوا قناتنا للمزيد من الفيديوهات التحفيزية، وشاركونا بمقترحاتكم. نراكم قريبا. سلام.